فيديو النهاردة هنقدم ليكم حكاية واحد من أجرى الأفلام في السينما المصرية واللي رفع شعار للكبار فقط، وده لكثرة ما يحتويه من مشاهد خارجة وجريئة. الفيلم ده من بطولة النجمة الجميلة منة شلبي وسلوى خطاب. لو عايز تعرف هو فيلم إيه؟ مين أبطال؟ إيه الحكاية؟ خليكم معانا. وقبل ما نبدأ بتنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة ليصلك كل جديد. فيلم الساحر هو فيلم درامي مصري مثير، يعتبر واحد من أجرى الأفلام وأكثرها إثارة، وتم حذف أكثر من مشهد من الفيلم قبل عرضه على التلفزيون، وبسبب المشاهد دي صنفت منة شلبي كواحدة من أكثر الفنانات جراءة. الفيلم ده من بطولة النجم الكبير محمود عبد العزيز، وبيشاركوا في البطولة منة شلبي وسلوى خطاب ويسر النجار وجميل راتب ومخلص البحيري. بتدور أحداث الفيلم على منصور اللي بيجسد دور النجم الكبير محمود عبد العزيز، اللي بيعيش في حي الشعب مع بنته وبيعمل كساحر. بنته نورة اللي بتجسد دورها الفنانة منة شلبي، اللي بتحب جرع حمود اللي بيجسد دور يسر النجار. تنتقل شوقية اللي بتجسد دورها سلوى الخطاب، وهي سيدة مطلقة لشقة في منزل اللي بيعيش فيه منصور، وبيبدأ منصور بيحس ناحيتها بحب، وتنشأ بينهم علاقة عاطفية، وبيعرف منصور حب جارهم لبنته فمنعها من الخروج، وبتحاول شوقية تحل هذا الموقف. وشاهد الفيلم ده مشاهد كثيرة جدا خارجة وغير أخلاقية للنجمة منة شلبي وسلوى الخطاب، وتتصاعد أحداث هذا الفيلم في هذا السياق. مش فاهماه. ازاي يعني؟ تقصدي وانتوا نايمين مع بعض؟ لا طبعا، يعني مش قصدي طبعا الكلام ده، بس بحس ان هو بيحب العنف. في فيديو النهارده هنقدم ليكم حكاية واحد من أجرى الأفلام في السينما المصرية على الإطلاق، والفيلم ده تصنف للكبار فقط لكثرة ما يحتويه من مشاهد خارجة وجريئة. الفيلم ده من بطولة النجمة الجميلة رحاب الجمل. لو عايز تعرف هو فيلم ايه، مين أبطال، وايه الحكاية، خليكم معانا. وقبل ما نبدأ بتنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة ليصلك كل جديد. فيلم بنت من دار السلام هو فيلم درامي مصري مثير من إنتاج سنة 2014، ومن بطولة النجمة الجميلة رحاب الجمل، وبتشاركها في البطولة رندا البحيري وماهر عصام والراقصة شاكيرا. أصرت الرقابة على حذف أكثر من 20 مشهد من مشاهد الفيلم، ومن أجرى مشاهد الفيلم ده هو مشهد تلذذ بطل الفيلم على يد بطلة الفيلم رحاب الجمل أثناء إقامة علاقة حميمية معها. بتدور أحداث الفيلم على فتاة اسمها منال اللي بتجسد دورها الفنانة رندا البحيري، بتعيش في حي شعبي في دار السلام في القاهرة، وبتحصل على الثانوية التجارية. بعد كده بتتخرج لسوق العمل، وبتستغلها صديقتها ظروفها وبتدفعها للعمل في منزل راجل مسن، لكنه بيكون بالاعتداء عليها جنسيا. بعد كده بيقرر الزواج منها، وفي النهاية بتكتشف إنه مريض نفسي وبيحاول يتخلص منها.